السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الموضوع النهاردة يا جماعة إن شاء الله معلومة جديدة وممكن يكون في ناس تعرفها، ولكن المعلومة دي مهمة جدا جدا للناس اللي بتحفظ قرآن وبتنسى، للناس اللي بتخش في حفظ القرآن وفجأة بيبطلوه عشان كل ما بيحفظوا بينسوا. النهاردة إن شاء الله هنتكلم إزاي القرآن يبقى ثابت في دماغك لمدة 6 شهور من غير ما تفتح مصحف، وتبقى الآيات لسه مركزة معاك ولسه حافظها، وممكن تستدركها أول ما حد يقول لك آية تلاقي نفسك بتكمل على طول. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. الذاكرة يا جماعة عندنا في نوعين منها، ذاكرة مؤقتة وذاكرة دائمة. لما باجي احفظ واروح اسمع للشيخ كده انا اسمي حفظت المعلومات بتاعتي في الذاكرة المؤقتة. الشيخ ده نفسه لو جه سألني بعد يومين 3 في نفس الآيات اللي انا سمعتها له ممكن الاقي نفسي نسيها. احنا دلوقتي عايزين نحول المعلومات بقى بتاعتنا من الذاكرة المؤقتة للذاكرة الدائمة. ايه هي الذاكرة الدائمة؟ هي الذاكرة التي تحتفظ بالمعلومات لفترة طويلة جدا، وممكن تستخدم المعلومة دي كمان في مذاكرتك او في اي حاجة انت بتدرس فيها. لكن احنا هنطبقها عندنا في القرآن، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان تفلت القرآن اشد من تفلت الابل في عقولها. فاحنا عايزين نعالج الامر ده على قدر المستطاع ونحاول نخلي القرآن ثابت في دماغنا لمدة طويلة جدا. هنضرب مثال بسيط جدا في المصحف قدامنا اهو، وليكن ادي الايه قدامنا اهي: وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون. انا عشان احفظ يا جماعه الايه ديت لازم اقراها من المصحف وانا عيني في المصحف 5 مرات او 6 مرات، بعد كده بقوم قافل المصحف واقراها لوحدي. لو لقيت نفسي حافظها كويس زي الفل بخش على الآية اللي بعدها وبعمل فيها نفس الموضوع، بقرأها 5 مرات أو 6 مرات وبعد كده أقفل المصحف وأقرأ الآية لوحدي. لقيتها كويس بقوم جايب الآيتين على بعض برضو 5 مرات. متفقين؟ نفتح المصحف تاني، يا ريت تصلوا على النبي يا جماعة. عملنا الموضوع ده وخلصنا الآية الأولانية وخلصنا الآية الثانية ودخلنا في الآية الثالثة وخلصنا الصفحة كلها. أول حاجة تعملها بعد ما تخلص الصفحة كلها بتحاول تسمعها على أي حد صاحبك، أي حد قريبك، أخوك، أختك، أبوك، أمك، أي حد تسمع له عشان تثبت في دماغك. ليه أنا جايب المصحف الكبير ده؟ لأن كل ما تبقى الآيات كبيرة كل ما تثبت في ذهنك أكتر، غير المصاحف الصغيرة تماما. طيب أنا خلاص وصلت إن أنا حفظت الصفحة وسمعتها لأخويا من غير ما أخطأ فيها ولا خطأ. تقوم زي الجدع كده تصلي على النبي وتخش أوضتك، وبعد ما تخش أوضتك تقوم قافل المصحف وتجيب ورقة وقلم وتسمع لنفسك الصفحة دي من 20 ل 25 مرة. تخيل، من 20 ل 25 مرة. الموضوع كبير فعلا، ممكن تحس فيه بضيق أو بتعب أو بملل، ولكن أنت كل اللي بتعمله أنت بتنقل المعلومات بتاعتك من الذاكرة المؤقتة للذاكرة الدائمة. هي دي المعلومة دي يا جماعة، موضوع ان انا احافظ على المعلومات بتاعتي في ذهني لفترة طويلة جدا. هتلاقي نفسك والله مش محتاج انك تراجع، او يعني اعوذ بالله مش انك محتاج انك تراجع، لا، هتلاقي نفسك اول ما حد بيقول لك ايه كده هتسمعها وتقول الايه اللي وراها على طول كانك بتقرا الفاتحه. الطفل الصغير لما بتيجي تكلمه تقول له سمع الفاتحه، انت نفسك لما اجي اقول لك سمع الفاتحه هتقول ايه؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك ورا بعض. كذلك لما تحول المعلومات بتاعتك للذاكره الدائمه ده اللي هيحصل معاك. ده اللي هيحصل معك، هتلاقي نفسك بتقرأ القرآن بسرعة وما شاء الله متذكره جدا ومفيش حاجة نسيها. شوف بقى كم واحد بطل حفظ القرآن بسبب انه ما يعرفش المعلومة دي، وشوف كم واحد بيحفظ وما يعرفش المعلومة دي. وممكن انت تكون سبب في ان المعلومة دي توصل له. ازاي؟ بانك تعمل مشاركة للفيديو وتوصل له. احبكم في الله، واسأل الله عز وجل ان يجمعنا واياكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. ومعلش طولت عليكم في الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله.